ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده السمك بطريقه سهله وبسيطه. طعمه بيكون حلو جدا جدا ولذيذ، وينفع للدايت وخفيف على المعده. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. اول حاجه عندي السمك بتاعي. انا هعمل الصينيه دي بالسمك البلطي، تقدري تعمليها باي نوع سمك انت عايزاه. السمك مغسول ومتنضف كويس ومتفتح من الجناب بالشكل ده علشان يتبل كويس وكمان علشان يستوي. انا نقع السمك ده في دقيق وملح وليمون نص ساعة، وبعد كده بشطفه واصفيه. هنجيب هنا طماطمية كبيرة متقطعة مكعبات، عندي هنا كزبرة خضرة متقطعة، جزراية كبيرة مبشورة، بصلاية متوسطة متقطعة مكعبات، وعندي فلفل احمر وفلفل اخضر متقطع مكعبات. عندي هنا التوابل ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة وبابريكا. تقدري تضيفي توابل سمك وتضيفي كمان شطة. عندي هنا ليمون، هنعصر كمية كبيرة من الليمون، وكمان ليمون متقطع شرايح هنحطه زي ما هو. عندي هنا هريسة شطة أو معجون الفلفل الأحمر، وعندي توم مفروم ومعلقتين كبار من الزيت. أنا مستخدمتش غير معلقتين كبار من الزيت في الوصفة بتاعتنا. هنجيب التوابل ونقلبها كويس مع بعض، ونحط نصها على التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك، ونصها التاني هنحطه على الخضار اللي احنا مقطعينه. تمام. فانا هنا هجهز التتبيله اللي احنا هنتبل بيها السمك، اللي هي عباره عن توم وفلفل احمر او اخضر، والتوابل وعصير الليمون. بنعصر ليمون كتير لانه السمك ده يعني بيعتمد في طعمه على الزيت والليمون. احنا مقللين كميه الزيت علشان يبقى بشكل صحي، لكن بنحط طبعا عصير ليمون. كده تمام. انا عصرت الليمون بتاعي وهقلبه مع الثوم والفلفل كويس جدا بالشكل ده وباقي التوابل، وهبتدي اتبل السمك كويس جدا جدا. بس الاول هجهز معاكم الخضار ده. هبتدي احط الخضار كله بالشكل ده. طبعا تقدري تزودي او تقللي كمية الخضار زي ما انت عايزة، بس انا حطيت واحدة بس من كل حاجة. والفلفل الاحمر ما حطيتش واحدة كاملة، انا حطيت نص واحدة كمان. هبتدي اجيب التوابل بتاعتي واحطها على الخضار، وهحط معلقة من الزيت وهقلبهم كلهم مع بعض، وبكده انا جهزت الحشو. وهناخد كمان معلقتين من التتبيلة اللي هو الثوم والفلفل اللي احنا عملناه، وهنقلبهم برضو مع الخضار. يبقى انا حطيت الخضار وحطيت معاه التوابل وحطيت معاه معلقتين من التتبيلة بتاعة الثوم وحطيت عليه معلقة زيت. كده الحشو بتاعي بقى جاهز. هتبل السمك وبعد كده ابتدي احشيه بالخلطة دي، وما ننساش ان في معلقة زيت احنا لسه ما استخدمناهاش. بنتبل السمكية حلو جدا جدا بالشكل ده. في بعض الناس بيعتمدوا على الحشو بس في التتبيل، بس السمكية ما بتكونش متبلة حلوة من بره ومن جوه، فاحنا نتبلها حلو جدا بالتتبيلة، وبعد كده نحط الحشوة كمان متبلة. بيكون طعمه افضل، وبيكون كده طعمه حلو وبيكون مظبوط، يعني الطعم بتاعه الحياء بتاعه بيكون مظبوط. كده انا جهزت السمك بتاعي. هاخد معلقتين او 3 من الحشوة واحطهم في الصينية بالشكل ده علشان انا احط عليهم السمك. هيتبلوا وهيستووا، هينزلوا صوص كده بيكون طعمه حلو. بعد كده هبتدي اخد الخضار واحشي السمك. ما تبلغيش قوي في الحشو علشان يستوي جوه السمكة. يعني بصوا خلوا كده كمية مش كبيرة، وهنبتدي نرصه في الصينية بالشكل ده. باقي الخضار هحطه بين السمك زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هحط شرايح ليمون من فوق. لو حابة تحطي عصير ليمون تاني من فوق بيبقى طعم السمك مزز وحلو جدا جدا من طعم الليمون. هدخل الصينية دي في الفرن. الفرن يكون متسخن كويس على درجة حرارة 240 في الرف اللي في النص. هدخلها حوالي نص ساعة، وبعد نص ساعة هخرجها واقول لكم هعمل ايه بمعلقة الزيت اللي احنا لسه ما حطيناهاش. نص ساعة في الرف اللي في النص على درجة حرارة 240، ويكون الفرن متسخن كويس. بعد نص ساعة هطلع الصينية بتاعتي، وهجيب معلقة الزيت اللي ما استخدمتهاش وحطيت عليها معلقة بابريكا، وهبتدي ادهن السمك بالشكل ده علشان اديله لون،
وكمان علشان الطبقة اللي فوق تقرمش ويبقى طعمها لذيذ، ممكن بدل البابريكا نحط معلقة صلصة مع معلقة الزيت، وبرضو ندهن السمك بتديله لون حلو وشكل حلو كمان. كده دخلتها تاني في الفرن، قعدت حوالي ربع ساعة، يعني الإجمالي أخدت الصينية ساعة إلا ربع في الفرن، وشغلت الشواية آخر دقيقتين. وجبة صحية تنفع للدايت، خفيفة على المعدة زي ما طلبتوا مني. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، إذا الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وتعليق حلو من تعليقاتكم، وأشوفكم في فيديو جديد يا أحلى متابعين. تابعوا بقى السمك وقد إيه هو أبيض وجميل. أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.